اليوم ان شاء الله غنشارك معكم بسبوسه بالبرتقال سهله ومكونات بسيطه كتجي رائعه، ضروري تجربوها. وغادي نحتاجو 2 بيضات، نضيفو ليهم كأس الى ربع سكر، قبسه ملح، ونخلطو غير بالخلاط اليدوي. نخلطو البيض مع السكر، وغادي نضيفو ليهم نصف كأس حليب، نفس الكأس غادي نعبر به البرتقال او عصير البرتقال. غادي نضيف ملعقه صغيره قشره البرتقال، نحكو غير القشره الفوقانيه. غادي نحتاجو كذلك نصف كأس زيت نباتيه، نفس الكأس عبرت به جميع المقادير، ونخلطو غير بالخلاط اليدوي. ودابا غادي نضيفو السميده، غادي نحتاجو 2 كؤوس السميده الرقيقه اللي كنصايبو بها الحرشه، و2 معالق كبار مملوئين جيدا دقيق ابيض. غادي نحتاجو كذلك 2 خمارات، كل وحده فيها 7 غرام اي 14 غرام خميره كيميائيه بيكنج باودر. صافي، وغادي نغربلوهم ونخلطو، نحاولوا نخلطوا الخليط ديالنا جيدا. وغادي ناخذ مول اللي دهناه بالزبده ورشيناه بالسميده، كنوجدوه هو الاول قبل ما نخلطوا الخليط ديال البسبوسه. صافي، ندخلوها للفرن على حراره 180 درجه، كنشعلوا لتحت والفوق بالنسبه للفرن الكهربائي حتى طيب وتحمر، ونخرجوها. وغادي نمروا نصايبوا السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه. غادي نحتاجو كأس برتقال، كأس ماء، وكأس الى ربع سكر. صافي، نديروهم على النار 10 دقائق وهالسيرو ديالنا واجد. كنديروهم على نار هادئه. وهذه البسبوسه ديالنا من بعد ما طابت وهي مازال سخونه، كنسقيوها بالسيرو اللي يكون بارد. المهم واحد فيهم يكون بارد والاخر يكون سخون، يا اما السيرو بارد والبسبوسه سخونه، او العكس كل البسبوسه بارده والسيرو سخون. كنسقيوها بالسيرو كامل، ما تخافوش منه ولو يبان لكم كتير، غير ديروه كامل لانها غادي تشربوا. صافي، كنزينوها من الفوق باللي بغيتو، بالكوك او كاوكاو او اللوز او اللي بغيتو. ضروري نخليوها تبرد جيدا عاد نقدموها، ما نقدموهاش وهي سخونه. كنتمنى تجربوها لانها كتجي رائعه، كتجي هشيشه ولذيذه، رائعه في المذاق. الا جربتوها خليوا لي ارائكم في التعاليق كيف جاتكم، ولايك للتشجيع. ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات.